supposed to feel. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة النجاح، قناة أخوكم محمد المصري، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من الأمراض اللي بتصيب الأرانب في مزارع الأرانب التهاب العروق، وده أعراضه تساقط الشعر أو الفرو أسفل القدم. فرو الأرنب في رجله من تحت بتلاقيه متسقط وباين الجلد بتاع الرجل، وبتظهر منطقة دائرية، وبعد كده بتتكون في المنطقة دي قرحة دائرية أسفل القدم. وفي الحالات المتأخرة الأرنب بيصعب عليه الوقوف على رجله. ودايما زي ما بنقول الوقاية خير من العلاج. عشان تتفادى الوقوع في مثل هذا المرض، حضرتك بتفرش المشاية البلاستيك او الفرشة البلاستيك اللي بتبقى في ارضية القفص، ودي بتجيبها من عند البيطري اللي جنبك. المشاية البلاستيك بتفاديك موضوع الالتهاب العروبي. لكن في حالة ان حضرتك حصل عندك التهاب العروب موجود في بعض الارانب عندك، ازاي بتعالجه؟ حضرتك برضو بتجيب المشاية البلاستيك دي بتحطها في ارضية القفص، وبعد كده حضرتك او لو ما جبتهاش بتفرش قش، وبيتم استبدال القش ده يوميا لغاية ما الأرنب ما يشفى بإذن الله من التهاب العروق. تاني حاجة حضرتك بتغسل مكان القرح دي بمحلول الشبة. عارف الشبة اللي بتتحط على مية الشرب؟ بتجيب الشبة وبتغسل بيها القرح دي، بتطهرها بيها عدة مرات في اليوم. وبعد كده حضرتك بترش مكان الإصابة بمضاد حيوي قوي، وتحقن الأرنب المصاب بمضاد حيوي طويل المفعول لمدة 3 أيام. إن شاء الله لو استمريت على الطريقة اللي قلت لحضرتك عليها بإذن الله الالتهاب العرقوبي يروح. دامت أرانب حضرتك بصحة جيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبكده أكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. يا ريت لو الفيديو عجبكم واستفدتوا منه تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.